اهلا بيك يا صديقي العزيز. تعال اقول لك حكايه القاره القطبيه، المكان اللي الناس فاكرينه مجرد تلج وجليد، بس الحقيقه اخطر من كده بكتير. ورا الجليد ده اسرار مرعبه وخرايط ممنوعه وحاجات محدش في العالم يعرف عنها حاجه. كوبايه القهوه الجميله بتاعتك وركز معايا لانك داخل على رحله حقيقيه. واهلا بيكم في عالم هاروت. وتبدأ الرحلة يا صديقي من عند العلماء الألمان قادة الدكتور فرانك عام 2023. اكتشفوا على عمق 3 كيلو متر تحت القشرة الجليدية إن في تلج عمره فوق ال 800 سنة. تخيل حضرتك، تلج عمره فوق ال 800 سنة ومفيش حاجة قدرت تسيحه ولا حاجة قدرت تحركه. بعد كده يا صديقي معهد البحوث القطبية النرويجية نشر في مجلة نيتشر جيو ساينس إن التركيبة بتاعة الجليد ده مضغوط وجامد جدا وفي فقاعات هواء من آلاف السنين، يعني فريزر طبيعي. تخيل حضرتك معايا ان في تليج يقعد 800 الف سنه من غير ما يدوب بعد التعرض لجميع الحراره اللي في الكوكب كله. فطبعا ده ست البيت طبعا فرحانه بالكلام ده، مبسوطه جدا، قالت لك خلاص كده احنا نستغنى عن التلاجة ونوفر بقى الكهرباء ونجيب حتتين من القطب الجنوبي نحطهم عندنا ونوفر ايه الكهرباء. المهم بما اننا دخلنا في الحكايه نروح لمنطقه اسمها بيرد كليسر تحت اشراف ناسا. اكتشفوا فيها جليد شفاف شبه الزجاج بالظبط، يعني بيلمع اكنه تشوفه تقول عليه لوح زجاج مش جليد. اما في قبة سي العلماء الفرنسيين لقوا تلج رمادي غامق وعناصر معدنية غريبة. الدكتور جيمس سميث في مؤتمر 2021 قال ان التكوين ده مش بيتكون بالظروف الطبيعية. يعني معنى الكلام يا جماعه ان حتى التلج اللي موجود داخل القاره القطبيه ده مش تلج طبيعي. ده كلام مين؟ ده كلام العالم الفرنساوي جيمس سميث في مؤتمر قاله علانيه 2021. يعني الكلام جاي من خارج الارض، هو بيلمح لكده، ممكن يكون من السماء مثلا، المهم انه مش ارضي 100%. طبعا ده اثبات من العالم نفسه اللي بيقول، مش احنا اللي بنقول. ولسه عندك كمان يا صديقي، لسه عندك كمان يعني انا لسه جايلك بحاجات كتير قوي هتنبهر. ولسه عندك كمان تويست يا صديقي، تحت الجليد في المناطق دي في بحيرات زي بحيره فستك او فستق معزوله من زمن الديناصورات، يعني 15 مليون سنه. واللي فاجئنا اكتر وابهرنا انهم لقوا ميكروبات هناك عايشه وكائنات دقيقه بتعيش في الظلام والبرد من غير شمس ولا هواء ولا اي حاجه، زي كانها طالعه يعني من فيلم خيال علمي او فيلم رعب. الحاجات دي حقيقه يا صديقي، وكل المصادر هتلاقيها عندك تحت في التعليقات. ودلوقتي يا نجمة الكوكب تعالي نكمل معاكي عشان ما تقوليش محدش مهتم بيكي. حكاية السور القطبي يا جماعة، الأسطورة اللي بيقولوا إنه موجود حوالين القارة القطبية بدأت مع الرحالة البريطاني السير جيمس كلارك، اللي اكتشف حاجز جليدي عملاق حوالي 30 متر فوق البحر. يعني هذا السور يا جماعة مبني حوالي 30 متر فوق و30 متر او الاف الامتار كمان زي ما بيقول العالم تحت سطح البحر. كان بيقول لك انا واقف قدام السور ده بحس ان انا واقف قدام كوكب تاني او سور من عالم اخر. وده اللي خدته نظرية الفلات ايرث، الارض المسطحة. وبنوا عليه بعد كده موضوع الارض المسطحة بسبب ان مفيش حد يعرف يدخل ورا هذا الجدار الجليدي. لقاء ياخدنا للحاجة الرئيسية اللي احنا بنتكلم فيها. إيه، طب منين في احتباس حراري ومنين انت بتقول القطب الشمالي والقطب الجنوبي القاره دي كلها هتذوب وتغرق العالم؟ والنهارده في علماء وبحوث وباحثين اقروا واعترفوا ان التلج ده يا جماعه ما بيذوبش. التلج اللي موجود في القاره القطبيه ما بيذوبش، ملوش علاقه بالتلج اللي في العالم الخارجي. يعني سعادتك التلج اللي في الثلاجه ده مش هو التلج اللي موجود في القطب الجنوبي. الناس فاهمه غلط، الناس متخيلين القاره كامله هتذوب وتغرق الشواطئ وتغرق. وفي نفس الوقت يا صديقي في علماء اخرين قالوا برضو ان في التلج هيدوب بتاع القاره القطبيه وهيغرق الشواطئ ويغرق العالم. فانا بديك النظريتين وانت حر تتفق او تختلف معايا نظريه فيهم، انا بعرض عليك الفكره ليس اكثر ولا اقل. وعلى الجانب الاخر يا صديقي الكاريزما، على الجانب الاخر علماء اخرين بيقولوا لا، القاره القطبيه التليج اللي فيها او التلج اللي فيها هيذوب من الاحتباس الحراري. فانت عندك النظريتين. النظريه بتقول لا يا جماعه، ده التليج اللي تحت ده بقاله 800 الف سنه مستحيل يسيح من اي عوامل بيئيه، تمام، او حتى من ضربات نوويه، لان 800 الف سنه يا جماعه ده يعني كلام كبير جدا جدا عشان خاطر النهارده تيجي تقول لي من شمس حراره 60 او 70 او 80 او حتى 100 درجه لن يسيح هذا التلج، مش هيدوب. فاللي بيدوب يا جماعه يعني انا
وجهة نظري اللي بيدوب التلج الطبيعي اللي موجود في اي مكان، زي ما الدنيا بتمطر هنا او هنا او هنا بتلاقي تلج بعد ساعتين ثلاثة بيذوب، لكن قارة كاملة تذوب. فبالنسبة لرأي العلماء اللي ذكرناهم من شوية، عام 2021 وعام 23، لا هم رأيهم التلج ده مش هيذوب ومش هيسيح. وطبعا انا مستني رايكم في التعليقات، سواء انت مع النظريه او ضد النظريه. تقول لنا رايك في التعليقات، انت متوقع ان ممكن يحدث هذا الكلام، ولا انت شايف لا اللي هيذوب هو التلج الطبيعي بس مش القاره كلها هتذوب؟ ما تنساش بقى يا نجم النجوم تعمل السبسكرايب وتعمل التعليق وتعمل اللايك الجميل. وانت يا نجمه نجوم الكوكب ما تنسانيش برضو، عشان الحلقه الجايه ان شاء الله توصلكم بسرعه وهتبقى ضرب نار ان شاء الله. انتظرونا في الحلقات القادمه. سلام.